أبي هو سيد أو رجل كبير في السن، كان حلمه هو زيارة أو القيام بعمرة أو حج، ونحن مغاربة وتكاليف زيارة ذاك المقام تعتبر نوعا ما مكلفة. فأنا ولله الحمد أنا موظفة، ولكن لا يعني على ما أظن فأنا لا أستطيع أن أغطي ذلك لوحدي، يعني تكاليف العمرة وكذا وكذا وكذا. وظلت تلك أمنية أبي بين عيني، أريد أن أكون السباقة لإرساله لزيارة ذاك المقام. أبي هو رجل متواضع، الحالة الاجتماعية والمادية لا تساعد، فحاول أن يذهب بطريقته وقام بجمع بعض من المال ولم يتيسر له. وعلى ما أظن رمضان السابق، ليس هذا رمضان ما قبل 2023، طلب كان يريد زيارة ذاك المقام وتعسرت له، وبعدها قال لي: يا ابنتي، أظن أنني سأموت دون أن أزور ذاك المقام. هذه الكلمات حسستني بنوع من المسؤولية، والتجأت إلى الله. ثم بعد ذلك بالصدفة وقعت عيني على سيدة تبث قصص، تلك القصص تحكي عن أهمية اليقين في الدعاء وبعض الأدعية وبعض الأذكار التي تساعد على تحقيق الأمنيات. أول ذكر التزمت به هو الحوقلة. كنت أحوقل بأعداد كبيرة، ربما أصل في بعض الأحيان ل1000 2000، مع العلم أنني أم ل3 أطفال وأشتغل كمدرسة. لاحظت بعد التزامي بالحوقلة أن أموري تتيسر، لأنني كانت هناك لدي بعض المشاكل مع الإدارة ومع ما لا يهم. بعد ذلك التزمت بالصلاة الإبراهيمية، كانت في الأول شيئا مشقة، فبعد أسبوع التزمت بها بشكل يعني أصبحت مدمنة عليها، يعني أصل في بعض الأحيان، وأنت تعلم جيدا بأن الصلاة الإبراهيمية نوعا ما طويلة وأنا لدي التزامات وكذا، فوفقني الله للذكر وكذا. حتى الجانب العقائدي بالنسبة لي زاد، وصرت يعني نوعا ما كيف أقول روحانية، يعني لا أشارك في الأحاديث الغير مجدية، سواء مع النساء، سواء في أي شيء. صرت هادئة. بعد 15 يوم اتصلت بي أختي وقالت لي بأن أبي سيكون من حجاج هذه السنة. ما شاء الله. نعم، كانت الصدمة فعليا. كيف يعني؟ فأبي لم يشارك في أي مسابقة أو أي نوع من كذا، وهو يعني الحج كان بالنسبة له شيء كبير. فاكتشفنا بأن أخي قبل 7 سنوات عندما كان يشتغل بهم في مجال مهم، واحد المجال العمل ديالهم كيطلبوا كيقدموا لهم الخدمه ديال الحج للوالدين. اللي بغى الحج الوالدين ديالو يمشيو للحج، كيكتب الاسماء الوالدين ديالو، كيحط كيوضع دوك الاسماء على جنب ريثما يشارك الاسم في القرعه. وبعد 15 من مداومتي على الصلاة الإبراهيمية كان الاسم هو اسم أبي. لم ما يكن شاء أصلا الله. أبي يعلم بذاك الشيء، أقسم بالله والله على ما أقول شهيد. ما شاء الله تبارك الله. نعم، نعم. ما شاء أصبت الله. بالذهول ونوع من تعرف كيف، فصرت فرحة أبكي الإجابة وفرحة وأسجد. التوفيق. نعم، ارزقني. الحمد لله. إذا كانت بعد ذلك سأقوم بنشر بعض الصور، سأرسل لك بعض الصور لأبي وأمي من داخل الحرم في هذه السنة، في رمضان السابق. سأتمم. بما أن أبي حصل على هذا التشريف، بقيت أمي، وكانت بالنسبة لنا بعد تحقق هذا الحلم، وأنا الوحيدة، يعني سر بيني وبين نفسي، الصلاة الإبراهيمية، الدعاء وإلى غير ذلك. صرت أدعي أن تكون أمي أيضا هي من حجاج مع أبي، بما أن نعلم جيدا بأن هناك
بأن هذه الفرصة والله أعلم، الله على كل شيء قدير، قلت سأدعي بأن أو سأدعو أن تكون أمي أن تحج هي وأبي في تلك السنة. فصرت أدعي ليلا نهار مع الالتزام بالحوقلة والصلاة الإبراهيمية أيضا. ماذا حصل؟ اتصلت بأخي قلت له يجب أن تذهب أمي بما أن هذه الفرصة وهذا العطاء الرباني وكذا وكذا. قال لي سأضعها في لائحة الانتظار. لائحة الانتظار ايوه. دريت. نعم، الحجاج على حسب العمل ديال أخي عددهم 300، اختاروا 300 من ضمنهم أبي، قال لي سأضع أمي في لائحة الانتظار لعل يكون خير. فصرت أدعي أيضا تقريبا شهر، ريتما أبي يجهز الأوراق وكذا وكذا وكذا. فاتصل بأبي أخي وقال لي الحمد لله أمي أيضا ستكون من حجاج بيت الله هذه السنة. ما شاء وفي دار، الله. أقسم بالله والله على ما أقول شهيد. صادقة. وكنا نقوم بالتجهيزات والأوراق وإلى غير ذلك، والحمد لله أبي وأمي حجا سويا بيت الله في رمضان ليس رمضان بل شهر 6 ذهب سويا الحج السنة هذه والحمد حجه صح؟ لله. الحج السنة هذه نعم كان نعم من ضمن الحجاج. نعم كان من حجاج بيت الله ما الحمد شاء لله بفضل الله. الدعاء وللصلاة الإبراهيمية. ايش شعورك لما شفتيهم في الحج كذا؟ ايش شعورك؟ كيف أصف؟ لقد دموع وعدم تصديق، وصرت أظن بأن كل شيء في هذه الدنيا يستطيع أن يتحقق فقط باليقين، لأنني كان عندي يقين رهيب أن الله سيحقق لي كل ما أريد. عندما الله. أتقرب من الله، حتى زوجي صار يقول لي أنت مباركة عندما تدعين بشيء. أقول له ليس كذا، ولكن أنا عندي يقين. وأيضا دعاء الأب، فهو منذ صغره هو شخص الحمد لله سيرته طيبة بين الناس. وكان عندما يقوم بأي عمل احنا عندنا في المغرب يقولونه سير الله يعطيك شي حجة، يعني كي يدعون له بالحج، لأن هذا الحج بالنسبة لنا وبالنسبة للأمة الإسلامية اللهم ارزقنا زيارة ذاك المقام هي قمة الأمنيات. ما شاء الله. والحمد لله.